my dear students and viewers. Welcome to this new episode. أهلا بيكم أحبائي كل طلاب الصف الثالث الثانوي، والنهاردة إن شاء الله هندرس جرامر درسناه اوريدي قبل كده، ولكن بنمارس شوية ونتدرب أكتر علشان نجهز نفسنا لمنهج السنة الجديدة. أوكي؟ طيب النهاردة يا ترى هندرس إيه؟ هندرس الكومباوند adjectives. شايفين معايا العنوان ده؟ compound adjectives يعني إيه؟ الصفات المركبة. طب يعني إيه صفة أصلاً؟ أنا في اللغة العربية بقول هذه بنت جميلة. طيب فين الاسم اللي عندي؟ بنت جه أولا أهو. طيب فين الصفة؟ جميلة. وصفت البنت إن هي جميلة. يبقى في اللغة العربية الصفة بتصف الاسم وتأتي بعده. خلاص. طب في الإنجليش بقى ممكن أقول إيه؟ She is a beautiful girl or she is a pretty girl. النهاردة مش بدرس الصفة ككلمة واحدة بقى، أنا هدرسها لما تبقى الصفة عاملة لي أكتر من كلمة، أو الكلمة نفسها بتاعت الصفة متكونة من كذا جزء مع بعض. أوكي؟ طب أنا عندي examples كتير جدا هنبدأ نقرأ الادجكتيف وأشوف هي متكونة من إيه. خلينا نشوف أول نوع من الكومباوند adjectives. أنا ما بحبش أروح للعنوان بتاعها، أنا بحب أروح لإكزامبل على طول، مثال عليها واثنين وثلاثة وأستشف منه. أول حاجة بتقولي a densely populated country، يعني بلدة يعني مأهولة جدا بالسكان أو مكتظة بالسكان. يعني إيه؟ سكانها كتير جدا. A densely populated country. فين الاسم بتاعي؟ country. excellent. صح كده. طيب اللي هو الناون يعني اللي هو الاسم الموصوف. طب فين الادجكتيف؟ densely ولا populated ولا densely populated؟ الاتنين مع بعض كلمة واحدة ما بينهم هايفن يعني شرطة. متكونة من ايه؟ من كلمة densely اللي هي adverb ظرف أو حال. طيب وكلمة ايه التانية دي؟ populated، ودي past participle تصريف ثالث. كان verb populate مثلا ومتاخد منه التصريف الثالث فبقت على بعضها a densely populated country، يعني بلدة مأهولة أو مكتظة بالسكان. طب أنا عايزة example كمان. بيقول لي a well known person. a well-known person يعني شخص معروف جدا، شخص مشهور. بتساوي a famous person، بس الفرق ان famous دي كلمة واحدة، اما well-known صفة مركبة متكونة من جزئين مع بعض يعني في كلمة واحدة. alright a well-known person. يبقى دي examples الايه؟ adverb plus past participle معمول كadjective. عايزين كمان example. انا عندي هنا أمثلة للفورمز دي للكمباوند adjectives كتير جدا. زي إيه؟ بيقول لي a never ending process. a never ending process يعني عملية لا تنتهي أبدا. never ending process. فين النون؟ process. أوكي. طيب فين الادجكتيف؟ never ending مع بعض كده ما بينهم هايفن شرطة. طب متكونة من إيه؟ never ودي adverb وبعدين ending ده في كلمة end، وبعدين حاطلها ing اللي هو الverb plus ing بنسميه present participle يعني كأنه اسم فاعل، يعني عملية غير منتهية أو لا تنتهي. a never ending process. نوعها ايه الادجكتيف دي؟ compound adjective صفة مركبة. ايه تاني؟ a hard working person. a hard working person شخص مجد مجتهد بيعمل بجد وبجد، يعني a person who works hard بنسميه a hard working person. وعلى فكرة لو انتوا فعلا عايزين to enrich your vocabulary، عايزين تسروا الكلمات بتاعتكم، تعرفوا كلمات بتساويها. يعني كلمة hard working دي بتساوي ايه؟ لما اقول على حد diligent يعني مجتهد، كلمة واحدة بس اهي وبتساويها الكومباوند adjective اللي هي hard working. اعرف امثلة من صيغات مختلفة. اوكي. يبقى دي كانت الادفيرب بلس present participle، ده نوع من انواع الكومباوند adjectives. عايزين نشوف نوع كمان. بيقول لي ايه في الاكزامبل؟ a ready made suit. a ready made suit يعني بدلة جاهزة مصنوعة جاهزة، مش متخيطة. ما رحتش لتيلر مثلا لخياط ترزي علشان يعملها لي، لا ده هي جاهزة رحت اشتريتها وبس. بنسميها a ready made suit. فين الادجكتيف بتاعتي؟ ready made. نوعها ايه؟ compound adjective متكونة من ايه؟ من adjective plus past participle. يعني كلمة ready دي adjective اللي هي جاهزة،
والتصريف الثالث اللي هو made متاخد من الفيرب make. اوكي بقت كلها already made suit. عايزين example كمان. A much needed break. A much needed break يعني فاصل أو استراحة محتاجينها جدا. الناس محتاجاها بشدة، يتم الاحتياج إليها بشدة. much needed break. فين الناون break؟ طيب متكون من إيه الادجكتيف بتاعته اللي هي much needed؟ متكون من much ودي adjective، و needed ده past participle مكون compound adjective. عايزين كمان نوع. انا عندي انواع كتيره جدا، انا هدرس النهارده 12 نوع من الكومباوند ادجكتيفز. تتخيلوا بقى ان انتوا تحفظوا الوردز دي هيتعمل لكم فوكابيلاري قد ايه. اوكي يا ترى النوع الرابع عندي ايه؟ a kind hearted woman. a kind hearted woman امرأة طيبة القلب، عطوفة القلب. متكونة من ايه الادجكتيف دي اللي هي compound من كلمة kind اللي هي adjective، وكمان كلمة hearted كانت heart يعني قلب، زودت لها ed فكلها على بعضها بقت hearted يعني ذات قلب طيب، وفصلتهم بهايفن يعني شرطة كده فبقت كلها a kind hearted woman. هتقولي هو ايه ده؟ هو ده قاعدة بحفظها يعني؟ بحفظ الوردز ومن خلالها بتعود على الباترن ده، على الستراكشر دي او الفورم دي من الكومباوند ادجكتيفز. يعني مش شرط ان انا اقعد اقول ايه ادجكتيف وبعدين نون وبعدين احط له ايه دي، مش لا مش هعمل كده. انا بس هقرا اكزامبلز من نفس الكاتيجوري دي او التصنيف او الكلاسيفيكيشن ده. اوكي خليني اشوف كمان example. old fashioned clothes ملابس بالية قديمة مش على الموضة. old fashioned يعني خلاص أصبحت إيه؟ مش يعني not fashionable، مش على الموضة، مش modern. أوكي طيب خلينا نشوف بقى نوع كمان. نكمل النوع الخامس اللي عندي من الكومباوند adjectives. هيقول لي هنا a full time job. a full time job يعني وظيفة بدوام كامل. اتكونت من ايه الكومباوند adjective اللي هي full time؟ انا وصفت الوظيفة بان هي دوام كامل يعني يوم كامل ساعات طويلة. بتتكون من full اللي هي adjective وكمان حطيت لها الناون اللي هو time علشان تبقى full time job. عايزين كمان example. high quality crops. high quality crops يعني محاصيل عالية الجودة. اوكي طيب ما انا ممكن اقول low quality crops او low quality product منتج يعني هو الجودة بتاعته منخفضة مش عالي الجودة. ممكن اعمل العكس، اكون عكس الكلمة من structure دي زيها يعني. اوكي يبقى high quality crops دي compound noun متكونة من adjective plus noun وبعدين الناون اللي انا بوصفه سواء هو مفرد او جمع. اوكي طب النوع السادس عندي في الكومباوند adjectives ايه يا ترى؟ بيقول لي an easy going person. بقول لي اوصفي نفسك في مقابله مثلا في انترفيو، ده سؤال معتاد بيقول لي اوصفي نفسك انت نوع من اشخاص ايه؟ اقول لهم والله I am an ambitious easy going person. انا شخص طموح وسهل كده التعامل معاه، الدنيا سهله معايا مش بصعب الامور. easy going الدنيا سهله معايا، شخص بسيط وسهل التعامل معاه، لين الطباع. easy going اتعملت ازاي الكومباوند adjective دي؟ اتعملت بادجكتيف وبعدين past participle او present participle اللي هو الفيرب بحط له ing كانه اسم فاعل كده. هو صيغه معينه بجيب الفيرب احط له ing علشان يتحول لي adjective. اوكي وجايبه معاها كمان easy وحطيت ما بينهم هايفن فبقت easy going person. عايزين كمان example على النوع ده. بيقول لي a good looking man شخص او رجل شكله مظهره جيد، جيد المظهر، شكله كويس، عنده good appearance يعني المظهر بتاعه جيد. good looking man. اوكي خلينا ناخد more types. هنا بيقول لي a 5-minute break. a 5-minute break. الله ده في number في رقم. لقيت انا عندي بعض الصفات بتتكون من رقم، هحط كلمة 5 اللي هو رقم 5 وبعدين minute يعني دقيقة. break هي النون عندي، أنا وصفت البريك أو الفاصل أو الاستراحة إن مدتها 5 دقائق يعني استراحة لمدة 5 دقائق. طب أنا ليه ما قلتش 5 minutes break؟ ده المفروض إن minutes دي ده في نمبر قدامي هو ده جمع،
واعدها عادي واحط لها اس؟ قال لي لا، لما تيجي كادجكتيف اشيل الجمع ده، اشيل الاس منها، تبقى 5 minute break. ليه؟ لان هي مش ناون بقى خلاص لوحديه كده 5 minutes، لا دي adjective، اشيل منها الاس بتاعت الجمع. more examples، عايزين ناخد كمان مثال عليها. a 3-hour meeting، اجتماع لمدة 3 ساعات. ما اقولش a 3 hours meeting، غلط، اشيل الاس من كلمة hours. ليه؟ لان اصبحت خلاص ان هي adjective، فبشيل انا الاس منها. a 3-hour meeting اتكونت من ايه الكومباوند adjective دي؟ اتكونت من number plus noun مع بعض، اصبحوا compound adjective يصفوا اسم تاني خالص. alright. طيب عايزين النوع الثامن اللي معايا النهارده، اشوف من الاكزامبلز وبعدين استشف القاعده. fat free food، يعني طعام خالي من الدهون. fat free، ايه fat دي؟ ده noun. امال ايه free دي؟ adjective. حطيتهم مع بعض كده بقت compound adjective معناها خالي من الدهون. اوكي. ايه كمان؟ self-centered man، رجل متمحور على ذاته، بيركز في نفسه، اناني الطباع، مركز على نفسه بس. اوكي. طيب دي كانت اتكونت من ايه؟ من noun plus adjective وكلها على بعضها بقت compound adjective. النوع التاسع، انا قلت لكم ان كل ده بيعمل لي ثروه لغويه، بتزود حصيلتي اللغويه وانا محتاجاها في كل حاجه في الاكزام بتاعي او generally in life، لان الانجليش لانجوج مهمه جدا لحياتنا في القرن ال21. النوع التاسع بيقول لي a 30-year-old man، راجل عنده 30 سنة، عمره 30 سنة. هتقولوا لي ده رقم وسنة وكلمة old number وكلمة year وكلمة old وبعدين الناون. طب هو ده الكلمة متكونة من 3 أجزاء، طب ده في رقم كبير قوي 30، ليه مش جايب لي years؟ a 30 years old man زي ما احنا متعودين اقول I'm 30 years old، I'm 40 years old، اقولها كده. قال لي لا دي adjective زي ما قلنا قبلها في مثال سابق، يعني بشيل الاس بتاع الجمع ده تبقى 30 year old man، ما دام في هايفن بالطريقه دي تبقى adjective. اوكي. طب more examples لنفس النوع. a 39-year-old lady، a 39-year-old lady، سيدة عمرها 39 سنة. كل دي صفة متكونة من 4 أجزاء، ما هي compound يعني مركبة من أكتر من قسم. أوكي. نذاكرها نقراها كتير ونحاول نتكيف مع الفورم بتاعتها. النوع العاشر بتاعي بقى هنا في ال compound adjectives a time consuming activity. a time consuming activity يعني نشاط زي ما يكون كده بيستهلك الوقت، نشاط مستهلك للوقت ومستنزف للوقت. فين الكلمة اللي معناها مستهلك ومستنزف؟ consuming. طب فين الكلمة اللي معناها وقت؟ time. مع بعض time consuming بقت compound adjective متكونة من ايه؟ من noun ومعاها present participle يعني verb plus ing. اوكي. more examples. an English speaking country. an English speaking country يعني بلدة البلدة كلها بتتحدث فيها اللغة الإنجليزية، يعني بلدة لغة إنجليزية كتحدث، يعني اللغة الإنجليزية هي اللغة بتاعة التحدث بتاع البلدة دي. an English speaking country. أوكي. طيب خلينا بقى نشوف الاكزامبل نمبر 11 والنوع بتاعه الفورم بتاعت الكومباوند adjective دي. بيقول لي home made food، طعام مصنوع في المنزل، مش جايباه انا من بره من الريستورانتس. alright، ده انا عاملاه في البيت، يبقى home made مصنوع في المنزل. اتكونت من الكومباوند adjective noun اللي هي home و past participle اللي هو made. هو past participle من أي verb؟ من verb make يعني يصنع. اوكي بقت homemade food. كمان example a wind powered machine for example، انا هوصفها بانها ماشين مثلا. wind powered يعني بتتم تشغيلها بواسطة الرياح. اوكي بيتم تشغيلها او امدادها بالطاقة بواسطة الرياح. زي مثلا الايام دي مشهور جدا لما اقول an AI powered platform، منصة بيتم تشغيلها او ادارتها بواسطة الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس يعني الذكاء الاصطناعي،
بنسميها AI driven platform or AI powered website or application or platform as I've just told you. alright، يبقى دي بتتكون من ايه؟ noun plus past participle. دي نوع من compound adjectives. آخر نوع معايا هنا هنشوف الإكزامبل واستشف النوع. a part-time job. a part-time job يعني وظيفة لجزء من الوقت. طيب هتتكون من ايه؟ noun plus noun وما بينهم hyphen. يعني اجيب اسم واسم الاتنين مع بعض ما بينهم هايفن هيستخدموا كادجكتيف لنون اخر خالص. طب عايزين كمان example. a bulletproof suit. يعني ايه ده؟ يعني بدلة واقية من الرصاص، بدلة ضد الرصاص. bullet يعني رصاصة وproof دي يعني مانعة للرصاص. اوكي، noun وبينهم هايفن توصف noun اخر جدا. time for practice. طيب انا قبل ما اخد البراكتس حابه اشوف ستراكشر مهمه جدا وبشوفها كتير في الاكزامبلز او المالتيبل تشويس كويشنز. انا عايزه اقول ان الحاجه دي جميله جدا جدا لدرجه ان بيترتب عليها معرفش ايه كده جمله تانية. فين الستراكشر اللي ينفع اجيبها قبل الصفه ويبقى معناها جدا جدا، واجيب بعد الصفه حاجه كمان تبقى معناها لدرجه ان. عندي حاجتين، ممكن اقول so او such وبعدين اقول الصفه وبعدين اقول that. مش هنكتر كلام في النظري ده، حاجه ثيوريتيكال كده ما تنفعش في الجرامر. خلينا نشوف الاكزامبلز ومنها نستشف القاعده. اول حاجه انا بستخدم so بمعنى ايه؟ that cake is so nice. الكعكه دي لطيفه جدا يعني لذيذه جدا. كلمه so هنا استخدمت بمعنى very. اوكي، طيب دي جمله. طب انا عايزه اقول بقى الجمله دي واستشف الستراكشر اللي اتغيرت هنا، بقوا حاجتين في بعض. That cake is so nice that I will have another one. That cake is so nice that I will have another one. الكعكة دي لذيذة جدا أو لطيفة جدا لدرجة إن أنا هاخد واحدة كمان أو هتناول واحدة كمان. فين الستراكشر بتاعتي؟ so that ما بينهم إيه؟ adjective اللي هي إيه؟ nice. معناها إيه؟ جدا لدرجة إن كذا كذا. اوكي، طيب عايزين بقى نشوف example كمان. بيقول لي they walked so slowly that they missed the train. هم فضلوا ماشيين بالراحة جدا ببطء جدا لدرجة انهم ما لحقوش القطار، فاتهم القطار. اوكي، طيب فين الستراكشر بتاعتي؟ so وبعدين كلمة كده موجودة في النص وبعدين that ومكمل لي جملة بعدها معناها جدا جدا لدرجة ان. طب الكلمة اللي في النص دي adjective؟ كلمة slowly دي adjective ولا adverb؟ انتم صحصحين معايا اهو، فعلا زي ما انتم بتقولي كده دي adverb. يبقى انا ممكن استخدم الستراكشر so وبعديها adjective او adverb وبعديها that واجيب جملة كمان هيبقى معناها جدا جدا لدرجة ان كذا كذا. اوكي، طب هي بس so that اللي هاخدها؟ لا، في such that هنشوف معناها ونشوف الاكزامبلز والرول بتاعتها. بيقول لي it was such a useful book. إنه كان مثل ذلك الكتاب المفيد. يعني عايز يقول لي it was very useful. The book was very useful. فأنا حبيت أذكر كلمة book وأذكر كلمة useful مع بعض وأجيب قبلها حاجة تدل على إنه جدا جدا، فأنا قلت it was such a useful book. شايفين الستراكشر عاملة إزاي؟ such وبعدها a أو an، أو لو كان جمع ما أحطش لا أي ولا an وأقول useful book. طب لو كانت جمع أقولها إزاي؟ They were such useful books. They were such useful books يعني هم كانوا كتب مفيدة جدا. يعني عايز يقول مثل هذه الكتب المفيدة، بيتعجب من إنها very useful. بس جايب الستراكشر إزاي؟ such وبعديها adjective وبعديها noun، ما حطش قبلها لا اي ولا ان. هنا قبل useful او ان لو كانت حرف متحرك تبدا يعني بيها. شالهم ليه؟ لان كلمه books دي جمع، فقال لي such useful books, such clever students, such kind mothers for example. انما such a quiet or calm baby. okay, such an interesting movie. okay، طيب خلينا ناخد بقى لما الستراكشر بتربط ما بين جزئين لجملة يعني جدا جدا لدرجة ان بس بصيغة such. بيقول لي هنا he has
such a lot of money that he doesn't know what to do with it. هو معاه فلوس كتير جدا لدرجة مش عارف يعمل بيها ايه. Such a lot of money that he doesn't know what to do with it. فين الستراكشر such وبعدين that، بس في النص في حاجة معينة كده. ممكن أقول adjective وبعدين noun. A lot of money. Such a lot of money. فلوس كتيرة جدا لدرجة إن كذا كذا. اوكي، طبعا الاستراكشر مش صعبة، هي بس محتاجة إن احنا نشوفها في إيه؟ for more examples. alright، يلا time for practice. خلينا نعمل examples ونحل multiple choice questions على البارت ده. أول sentence بتقولي I like to be surrounded by energetic and space people. أنا بحب إن أنا أكون محاطة بناس كده إيه energetic، نشيطين مليانين بالطاقة والحيوية، وإيه كمان open hearts، open hearted، open hearting، open heart. أوصف الناس بإن هم إيه؟ أنا عايزة أقول قلبهم مفتوح وطيب كده، يعني مش بيشيلوا ضغائن، يعني هم إيه؟ ناس بسطاء طيبين. أقول عليهم إيه؟ الستراكشر الصح، برافو عليكم، open hearted. يبقى الجملة هتكون I like to be surrounded by energetic and open-hearted people. Next، خلينا نقرأ كمان sentence. The fire broke out in a space which we had been living in before. النار اندلعت في ايه يا ترى اللي احنا كنا عايشين فيه قبل كده؟ يا ترى 2 stories building ولا 2 stories buildings ولا 2 story building ولا 2 story buildings؟ هو هنا عايز يقول ايه؟ مبنى من طابقين، يعني متكون من 2 floors. اوكي، طيب انا قلت لما يبقى فيه number ومستخدمه كcompound adjective ما بحطش الاس. هو مبنى واحد، ليه مبنى واحد؟ علشان A قبلها، يبقى انا هختار الاختيارات اللي فيها building بس، هستبعد اللي فيها buildings دي لان هو بيقول لي يعني مبنى واحد بس. اوكي، طب النمبر بقى وحته الجمع اللي في الصفه ده، احط النمبر بس ما احطش الجمع بتاع الاس اللي في الصفه. يعني اختار 2 stories building اللي هي A ولا C اللي هي 2 story building؟ انتوا ايه رأيكم؟ برافو عليكم، فعلا هتبقى 2 story building اللي هي C، ما فيهاش اس لا في كلمة building ولا في كلمة story. تمام، والمعطيات من السنتنس نفسها. خلينا نشوف more sentences here. He behaves politely as he is a space person. هو بيتصرف بأدب بطريقة مهذبة لأنه as هنا معناها because أو since، يعني لأنه he is هو إيه؟ شخص إيه يا ترى؟ good brought up، عايزين نقول متربي كويس يعني. well bringing up، هو ما رباش نفسه أكيد، هو يعني عايزة حاجة تكون فيها past participle، تصريف ثالث. better bring up ولا well brought up، يعني مربى جيدا او تم تربيته جيدا. سامعاكوا اهو بتقولوا لي دي اللي هي well brought up، يعني هو he behaves politely as he is a well brought up person. شخص متربي كويس، بيتصرف بأدب لأنه شخص متربي كويس. اوكي، طيب خلينا نشوف كمان example. it is space amazing play that you cannot miss it. دي كانت مسرحية، أما مسرحية رائعة لدرجة إن أنت ما تقدرش تفوتها ولا تسيبها من غير ما تكملها. أحط إيه الاستراكشر اللي يبقى معناها جدا لدرجة إن إيه اللي ينفع مع الجملة دي؟ so or such or such a or such an. بدء كده هتقولي such دي ما تنفعش، لأن ما ينفعش أقول وجنب كلمة بتبدأ بحرف متحرك amazing، هتبقى an بقى لو انا احط قبلها article. اوكي، طيب انتوا ايه رأيكم؟ تحبوا تختاروا ايه؟ برافو عليكم، such an amazing play that you cannot miss it. such an amazing play لانه ذكر لي النون play وجايب لي قبلها الادجكتيف، والادجكتيف بدأ بحرف متحرك فاخترت an لانها كمان النون كمان مفرد بعديها، واستخدمت الستراكشر such اللي معناها برضو very. اوكي، طيب احنا دلوقتي بقى
هندرس قاعدة جميلة جدا جدا وممتازة، وانتوا اوريدي اخدتوها قبل كده، بتشوفوها كتير. بس هنعمل يعني ستريس عليها او فوكس عليها، عشان دايما دي من اساسات اي منهج انا بدرسه. في verbs عندي تحب لما يجي وراها verbs تانية كمان بعديها، الverb اللي جاي بعديها بياخد صيغ معينة، يا اما بيكون infinitive يا اما بيكون verb plus ing. طيب ممكن في افعال بتيجي معاها الانفينيتيف او الاي ان جي بدون تغيير في المعنى عادي جدا، ده او ده مفيش تغيير، مفيش مشاكل، هنشوف اكزامبلز عليها. او ممكن الاقي الفيرب ده اللي جاي وراه انفينيتيف او ممكن يجي وراه جيرند عادي، بيتغير المعنى من انفينيتيف ومن الجيرند. ازاي؟ هنشوف الكلام ده ببساطه جدا جدا. خلينا بس ناخدها كده واحده بواحده كده، خطوه بخطوه، مش كله مره واحده، وبالاكزامبلز. اول حاجه بيقول لي ان في verbs followed by infinitives versus gerunds. في افعال بيجي وراها infinitives وفي افعال تانية بيجي وراها الجيرندز. هو ايه الجيرند اصلا؟ هنشوف. هو بيقول لي الانفينيتيف ده يعني to plus base form of the verb. افعال بيجي وراها الفعل قبله to وهو صيغته زي ما هو كده، ما ينضافش عليه من اخره لا اس ولا اي ان جي ولا اي دي ولا اي حاجه خالص. طيب ممكن الاقي برضو ان الانفينيتيف هنا بيقول لي ده معناه، يعني بيوضح لي معنى الانفينيتيف ان هو البيس فورم اوف ذا فيرب preceded by to. ده نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، الانفينيتيف يعني البيس فورم اوف ذا فيرب قبله to. تمام، يجي بعد بعض الافعال اللي هنقولها. مثلا to eat ده infinitive. ليه؟ لان to المصدريه وراها البيس فورم اوف ذا فيرب. to run to write. اوكي، دي اسمها infinitives. احنا دلوقتي اخدنا examples على الانفينيتيفز وكمان الجيرنز لما بيتبعوا افعال معينه. Well, everyone, actually, this is the end of our session today. I hope that you got the best out of it. Thank you so much, and let's meet next time, inshallah. Bye bye.